بُصّوا يا جماعة، عشان بس في البداية كده نبدأ، إحنا الحمد لله خلاص بالنسبة لليفربول هانت، فاضل على الحلو دقّة زي ما بيقولوا، قرّب الدوري ينتهي وليفربول يكسب، فاضل ماتشين، ماتش ليستر، ماتش توتنهام، نكسبهم شكرًا الدوري خلّصنا فيه، تمام؟ ففي البداية كده بسم الله الرحمن الرحيم، إزيكم عاملين إيه؟ ومعانا الدون الجامد يا لحو، إزيك عامل إيه؟ عامل ايه يا جو؟ أخبارك إيه؟ زي الفل الحمد لله كله تمام. مبسوط انت طبعًا في طبعا البداية وطاير ها؟ مليون في المِيّة طبعًا، بس في البداية بس اصبر عليَّ اتقل عليَّ، مبروك يا برنس على التأهُّل لنهائي الكاس مع فيلتون تاون و حبيبي. وإن شاء الله ربنا يوفقك كده في اللي جاي، ويا جماعة بقى امين يا رب. قبل ما نبدأ نتكلم في أي حاجة، عايزين نحيّي الراجل ده عامل أداء عالي أوي، أوي في إنجلترا، تمام، إن شاء الله نشوفه قريبًا في كرم الPremier ربنا. League وقُل كرم لهم ربنا ألَح على قُل لهم على الshare والlike والsubscribe الناس بخيلة أوي علينا يا لح، مش هينفع كده. لا، ما الناس هتظبط، الناس هتظبط ان شاء الله. هم فاكرين بس عشان انا بُصّوا بعيد فايدي مش طايله يعني، بس لا هنعرفهم. هرجع تاني وهعرفهم ماشي. باذن الله. أيوه كده، أيوه، ألَح بتاع زمان. طيب، النهارده حبيبي. هنعمل podcast لطيف كده سريع هنتكلم فيه على الجولة اللي حصلت في الدوري الإنجليزي، في الماتشات ما بين يوم السبت الحد، وطبعًا هيبقى يوم الاتنين ماتش بورنموث وفولهام. في البداية كده خالص أول حاجة ابتدينا في الجولة كان ماتش مانشستر سيتي وكريستال بالاس. كريستال بالاس كسبان 2-0 وفجأة بيدخل فيه جولين، وبعد كده بيكمّل السيتي ويكسب 5-2. إيه رأيك في الماتش ده لَح، وإيه الأخطاء اللي شُفتها عملها مدرب كريستال بالاس قدر إن هو يعدّل من خلالها جوارديولا للماتش؟ هو مش مسألة أخطاء اتعملت يا جوجو، هو مش مسألة مثلًا أخطاء اتعملت، هو كريستال بالاس نزل في الأول جاب جولين، الواحد قال بس خلاص مانشستر سيتي هيتنفخ تاني. مانشستر سيتي بالفترة اللي فاتت باللي كان بيحصل، فاتحوّل لفريق مش هو الفريق المرعب اللي كان موجود السنة اللي فاتت والّا السنة اللي قبليها. دخل فيه جولين، الحاجة اللي أنا شايفها حاجة إيجابية، إن لعيبة مانشستر سيتي ده استنفر قواهم أكتر إن هم يلعبوا وتركيزهم، وإن هم حظّهم إن دي بروينا جاب جول بدري، جاب جول بعد الجول التاني بتاع كريستال بالاس على طول، ما اتأخّرش، لو كان اتأخّر شوية الماتش كان راح بيتهيأ لي. فجاب جول، لعيبة كريستال بالاس هي اللي بدأت تقلق، بدأت تخاف، مرموش راح جايب جول وكانت الكورة بتتنطط في منطقة الجزاء، دربكة كده لقاها الواد راح ما شاء الله راح رازعها، فتحت بعد كده مع المان سيتي، وجابوا التالت والرابع والخامس. آآ، وهو ده الطبيعي، يعني هو أصلًا يعني لو تشوف quality لعيبة اللي في مان سيتي طبعًا المفروض ده اللي كان يحصل يعني بدري. رغم إن كريستال بالاس إحدى الفرق الرخمة وكانت دايمًا بترخّم على مانشستر سيتي في الseasons اللي قبل كده لو تفتكر مثلًا يتعادل معاهم الماتش يخلص 1-0 بطلوع الروح، حاجة كده، ولكن الماتش كان ممتع، الماتش كان حلو بصراحة. مان سيتي قدر إنه ياخد فوز مهم جدًا، 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 جدًا علشان يقدر يساعده إن هو يدخل top 4 أو top 5 دلوقتي علشان يلعب Champions League السنة الجاية. بالضبط. بعد كده كان في برايتون وليستر سيتي، وطبعًا ليستر سيتي هو فريق بيهبط، اللي أنا مستغربه إن برايتون بيلعب على أرضه والتعادل 2-2 رغم إن برايتون فريق قوي، يعني مش فريق قليل، ولكن هو اتعادل 2-2 دي حاجة غريبة بالنسبة لي. هو برايتون بدأ السيزون بداية محترمة، بداية كويسة جدًا، وبعد كده بدأ يمشي على سطر ويسيب سطر، يمشي على سطر ويسيب 3، 4. يعني هو برايتون مش طمعان في حاجة، مش طمعان حتى في مركز نِفْسه طبعًا يبقى حاجة عظيمة إن هو لو يتأهل يلعب أوروبا السنة الجاية، أي بطولة أيًا كانت، ولكن هو مش طمعان فيها، مش objective مهم بالنسبة له يعني، هو عايز يفضل mid table الوضع يبقى مستقر، ما يجيش يلاقي نَفْسه بينافس على الهروب من الهبوط في الآخر. فالدنيا ماشية، فاللعيبة بيتهيأ لي ما عندهاش الدافع إنها تموّت نفسها في الملعب أكتر إنها تكسب الماتش، لأ تمام. بعد كده إمم. كان في ماتش نوتنجهام فورست وإيفرتون، أنا مستغرب إن هو نوتنجهام فورست اتغلب على ملعبه خالص رغم على إن الأرض 1-0. ممكن إيفرتون بيقدّم أداء كويس، ولكن نونو سانتو إحنا كنا لسه بنتكلم عليه إن هو مدرب قوي جدًا، إن تتغلب من إيفرتون على ملعبك صعبة شوية، أنت اتعادلت مع أرسنال على ملعبك، اتعادلت مع ليفربول على ملعبك، تتغلب من إيفرتون مش عارف. آه، كل ماتش وليه ظروفه، كل ماتش وليه ظروفه، مش معنى إن أنت اتعادلت مع ما أنت اتعادلت إمم. مع ليفربول كده يبقى هتنافس معاهم يعني على الدوري، لأ مش شرط يعني، كل ماتش وليه ظروفه. ب ديفيد مويس مع إيفرتون من ساعة ما رجع لهم تاني، الراجل عامل معاهم نتايج مش وحشة خالص،
نتايج كويسة جدًا. والهدف جه في أواخر المباراة، يعني ما جاش في الأول مثلًا، جه في الآخر. ولكن أنا ما شُفتش بصراحة مجريات الماتش ده كانت ماشية إزاي، ولكن إحنا بنعلّق على النتيجة. طبعًا تعتبر بنتايج السيزون ده تعتبر مفاجأة. نوتنجهام فورست التالت في الدوري، محتاج إن هو يكسب عشان يفضل top 4 بالذات لإن في وراه وحوش مش هتسكت له ومش هتستناه. نيوكاسل، تشيلسي، مان سيتي، الناس دي اللي هو بتقول لنوتنجهام فورست أنت إيه اللي جابك هنا؟ أنت المفروض مش إمم، هنا أصلًا. فدي إمم. كانت فرصة بالنسبة له إنه يوسّع الفارق، يأمِّن نَفْسه شوية أكتر. ماتش على ملعبك، تخسر، مش أحسن نتيجة طبعًا، ولكن تعتبر نتيجة ممتازة بالنسبة لإيفرتون. بعد كده ساوثهامبتون وأستون فيلا، طبعًا أنا مش هاتكلم عن الماتش ده 3-0 لأستون فيلا، أستون وساوثهامبتون already نزل هبط، ففريق يالّا هَفَق في داهية أصلًا، مش فرقة زبالة. في داهية. بعد كده أرسنال برينتفورد، عرفة بس قبل ما نتكلم، عرفة صاحبنا الأرسنالاوي، باي باي حبيبي، الدوري ضاع، باي باي، ركّز بقى في الChampions League حاسب من الريال مدريد يعملها معاكم في البرنابيو، بس آآ تعادلوا 1-1 قدّام هيزعل أوي، برينتفورد. هيزعل معلش أوي. بقى بس معلش. هو الماتش ده أرتيتا بيريّح اللعيبة بتاعته، عارف خلاص هو مش طمعان في الدوري. هو طمعان الراجل إن هو يكسب ويوصل semi final Champions League، ده هيبقى إنجاز بالنسبة له. عنده ماتش مهم، مش عايز اللعيبة بتاعته حد يتصاب ولا حد يُرهق. هو طبعًا عنده القياسات بتاعة اللعيبة بتاعته، عارف مين اللي يقدر يدّي 90، مين يقدر 60، الكلام ده كله. فهو فضّل إن هو يريّح اللعيبة. ولو تفتكر الpodcast اللي كنا بنتكلم فيه اللي ما اتذاعش، لمّا كنا بنقول على الماتش ده هل أرتيتا هيلعب بالاحتياطي والّا هيلعب بالأساسيين، هو الراجل فضّل إن هو يلعب بالاحتياطي بتاعه، ودي وجهة نظره فصباح الفل يعني. وكده، كده هو الراجل ما خسرش، يعني تعادل تمام، هو تعادل التاني زي التالت زي الرابع زي الخامس في الPremier League. هو كده، فقد كده هتلعب حظوظه Champions League. خلاص من الدوري يعني، هو غالبًا بالضبط عشان بنسبة كده قال لك 97، 98% خلاص يعني الموضوع محسوم. بالضبط. النهارده طبعًا بقى كان في البداية ماتش تشيلسي إبسويتش تاون، وعلى فكرة يا جماعة اللي ما شافش البودكاست اللي إحنا كنا بنتكلم عليه للأسف، كنا أنا باتكلم يعني ما أنا حدش ومصطفى شافه فيه، أصلًا. إمم. هو ما حدش شافه ما آآ اتحطش ما اتحطّش تشيلسي وإبسويتش قُلت له ماتش مضمون لتشيلسي، قال لي: "لأ ما تأمنش إبسويتش، ده كسبهم في الدور الأول 2-1 وممكن يعملها معاهم في الدور التاني." وفعلًا كلامه طلع صح وتعادلوا 2-2. تعادلوا 2 Ipswich زي ما كنا بنقول فرقة بتلعب كورة حلوة، يعني هي هتهبط من اللي بينافسوا على الهروب من الهبوط، ولكنها بتفكّرني اسمهم إيه؟ بيرلي، لوتون السنة اللي فاتت. لأ بيرنلي إيه، لوت بيرنلي ده زي ساوثهامبتون. لأ بلوتون آه، السنة اللي فاتت برضه كانوا بيلعبوا كورة حلوة. آه، بيحاولوا يهاجموا، بيقدّموا كورة، ولكن إمم. الخبرات بتاعة اللعيبة بتاعتهم برضه يعني صعب إنك تنام 20، ليدز 30 على فكرة. مليون budget غير 100 مليون أكيد. طبعًا الموضوع أكبر من كده، بس أنا باتكلم يعني ده مثال. ليدز مثلًا كان بيعمل الحركة دي مع ليدز بيلسا، ليدز لا، لا، لأ، ليدز مع بيلسا أنا كنت متابعه وده كان جميل. كان رائع إمم، بصراحة. يعني كان عمل له 2 والّا 3 seasons كده مع بيلسا، منهم season كان كورة مش كان ممكن يعني، خرافي فعلًا. خرافية آه، بصراحة. كنت بتقعد إمم، تستمتع. كنت باستمتع بماتشات ليدز، بادوّر على ماتشات ليدز واقعد أتفرج عليها والله. آه. النهارده كان طبعًا بعديها في ليفربول وويست هام. أنا كنت عملنا فيديو عن الكلام ده واتكلمت فيه، 2-1 ليفربول، ولكن الشوط الأولاني ليفربول مهيمن ومسيطر وكل حاجة، فجأة مُكتسح. الشوط التاني ليفربول يرجع لورا، ومش عارف ليه، أنا مش عارف ليه، دي مشكلتي مع أرن سلوت يا مصطفى، إن هو بيلعب شوط واحد في الماتش، ودي غريبة، مش هو ده ليفربول اللي كان بيعمل كده مع كلوب، بس يعني في الآخر الحمد لله إن هي مشيت وإن ليفربول كسب 2-1. ولولا أليسون الشوط التاني بصراحة كان ويست هام ممكن بالضبط. يتعادل وممكن يخلّص الماتش أصلًا. أليسون إمم. شال له انفرادين والّا حاجة، يعني عمل ماتش كبير. ليفربول يعني أنا مش عارف هل دي تعليمات والّا هو اتضغط فقال لك أركن أحسن وألعب على الcounters، ما أعرفش بصراحة يعني كان دي تعليمات والّا هو ما كانش عارف إن هو يطلع والّا يعمل. ولكن في الآخر حقق المطلوب، كسب 2-1 خد ال3 نقط، فزي الفل مرضية. على رأيك مرضية، وفاضل له ماتشين ليستر وتوتنهام، يخلّصهم بقى عشان الواحد ما بقاش يستحمل والله المرارة، أنا هيحصل لي حاجة لو السيناريو ده اختلف وحصل لا قدّر الله شيء، لأ أنا يعني فاهم، أنا هابطّل أشجّع ليفربول، لإن أنا السيناريوهات دي شُفتها كتير،
بإن أنت بتخسر لقب في آخر لحظة بفرق نقطة بالكلام ده، أنا صعب مش عايز أشوف بصراحة الكلام يعني ده. يعني هيبقى صعب أوي السيزون ده إن هم يخسروا يعني بس الدوري يعني. توقّع أي حاجة من ليفربول يعني. هو أتوقع أي حاجة في آآ الكورة، بس صعب بصراحة يعني آه. بالنتايج دي، إمم. فيعني خلاص يعني الموضوع الفرق كبير بين في النقط بينه وبين أرسنال. إمم. ماتشات إمم. توتنهام أي حد معدّي دلوقتي ممكن ياكله على وشه عادي جدًا، لسه لسه خسران هنتكلم من عليه وولفرهامبتون، من ما أنا باخدها وولفرهامبتون عشان ندخل في 4. وولفرهامبتون وتوتنهام على طول، آه. خسران 4 آه. من آه. وولفرهامبتون، فبيتهيأ لي الماتش يعتبر مش سهل، هي ماتشاتهم دايمًا بتبقى حلوة، بس آخر ماتشين 3 الماتشات بتبقى مفتوحة، أهداف كتير من الفرقتين، فبيتهيأ لي إن ليفربول ماتش ليستر وبعديه ماتش توتنهام، بيتهيأ لي ممكن يخلّص الدوري فيهم أصلًا ويدخل ماتش أرسنال يلعب على الهادي وبأعصاب رايقة، وحتى لو الموضوع ما خلصش، حتى لو ما خلّصش في ماتش ليستر وتوتنهام، المفروض يدخل ماتش أرسنال برضه أعصاب هادية، سواء كسب والّا خسر ما فيش مشكلة، لإن في ماتش بعديه ممكن يكسبه. فالموضوع بالضبط. شِبه محسوم، الموضوع شِبه محسوم، يعني لعيبة ليفربول المفروض تبقى أهدى بقى وأروَق كده خالص، ويبدأوا يخططوا إمم. للسيزون اللي جاي، لإن ما كانوش بالضبط. بدأوا بالفعل يعني. طبعًا نيوكاسل اللي بيقدّم أداء محترم جدًا، وهو جدًا. دلوقتي أصبح التالت أو الرابع أعتقد. هاتابع الدوري، خلّيني أبُص على إمم. الترتيب بتاع الدوري، ولكن كان بيلعب بعد مع مان ماتش يونايتد. عندهم ماتش مع كريستال بالاس يوم الأربعا، بعديها عندهم نشوف ماتش لإن ده مع ماتش مؤجل آه. لمّا يساوي عدد الماتشات نبقى نشوف، هو إمم. تالت أو رابع، بس كده وكده هو بيقدّم كورة حلوة، حتى وإيدي هاو مش كسب موجود. كسب آآ 4-1 مان يونايتد. يا جماعة معرّفة مان بُصّوا، أنا عارف يونايتد إن سيء أوي. ال اللي بيشجّع مان يونايتد، أنا طبعًا أكيد باكره مان يونايتد، وبتوع مان يونايتد بيكرهوا ليفربول، الموضوع ده ما فيهوش جدال، ولكن بصراحة فريق مان يونايتد أصبح فريق sorry يعني أنا آسف إن أنا باقول كده، فريق أي حد بيعدّي يقول له خُد ياض، خُد على وشّك، يالّا من هنا، فريق بالضبط كده. عِرّة، عارف أنت؟ اسمها فريق عِرّة. آه. بالضبط. عارف أنت لمّا كان بوحة في الفيلم يقول له خُد ياض، خلاص روح ياض، أنت إمم. إيه ده ياض، هو بالضبط. بالضبط أي حد دلوقتي بيعدّي على مان يونايتد يدّي له على قفاه، يالّا ياض من هنا، ده بالضبط مان يونايتد دلوقتي. أنا آسف إن أنا باقول كده بس يعني فاهم، هو دي مان حقيقة يونايتد 4-1. وتوتنهام الاتنين بصراحة يعني ال13 وال14 دلوقتي ممكن يكونوا نزلوا بعد الهزيمة والاتنين خسروا بال4 النهارده. بيتهيأ لي الفرقتين دول محتاجين بقى يقعدوا كده يعيدوا حساباتهم، السيزون اللي جاي سيزون يضبّطوا الفرقة، أصلًا يعني أنا شايف الفرقتين دول محتاجين يتفوّروا، غالبية اللعيبة حتى يعني يمكن توتنهام فيه لعيبة كويسة أحسن من لعيبة مان يونايتد شوية، ولكن محتاجين يقعدوا يشوفوا لعيبة كتير أوي لازم تمشي. لازم يجيبوا لعيبة تانية على قدر واسم النادي اللي هم بيلعبوا له، بالذات مان يونايتد، بالذات مان يونايتد لإنه أكبر، وياخدوا السنة اللي جاية واللي بعديها كمان حتى كده يبنوا فرقة محترمة عشان تقدر تنافس بعد 3، 4 سنين، إنما يخشوا يقولوا إحنا السيزون ده هنغيّر وهنعمل وهناخد الكلام ده بلح يعني ما ياكلش، بالضبط. بُكرة إن شاء الله هيبقى في ماتش بورنموث وفولهام، وهيبقى ماتش ماتش حلو أوي على ممتع أوي فكرة. على فكرة. بالضبط، المدربين سواء ماركو سيلفا أو إيراولا أريولا. بيقدّموا يعني مستويات رائعة، سواء مع بورنموث أو فولهام. ده كان سريعًا الدوري الإنجليزي. هيبقى فيه كمان يوم التلات والأربع ماتشات Champions League، يعني هيبقى بايرن ميونخ وإنتر، أو لأ sorry، هيبقى باريس سان جيرمان وأستون فيلا و برشلونة ودورتموند يوم التلات، والأربع في برشلونة أرسنال ودورتموند وريال الأربع، وإنتر وإنتر وبايرن. وبايرن ميونخ. إمم. بالضبط. وطبعًا كمان ماتش كريستال بالاس ونيوكاسل، أو نيوكاسل نيوكاسل. وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي. في ماتش النهارده برضه كمان عايز أقول لك عليه حلو أوي، في الدوري الإيطالي، رغم إن ممكن ناس كتير ما بتتفرجش على الدوري الإيطالي، بس ماتش ديربي لاتسيو وAS روما، روما. ماتش ديربي. روما لازيو ديربي روما بيبقى فيه ضرب نار وفيه بهدلة، وأيًا كان مستوى الفرقتين الماتش بتتفرج عليه بيبقى عبارة عن عركة. عركة في أرض الملعب، أيًا كان بقى هُم أول وتاني، أخير وقبل أخير، يعني جمهور الفرقتين ما عندهمش مشكلة إن هُم مثلًا يخسروا ماتش ويهبطوا عشان الفرقة التانية ما تاخدش دوري، ودي كانت حادثة حصلت قبل كده بيتهيأ لي، إن كان جمهور بيتهيأ لي لازيو كان عايز يخسر ماتش علشان الفرقة التانية تهبط، حاجة كده يعني، يعني مش فاكر بالضبط، بس الدوري الإيطالي على قديمه، يعني من زمان لو تفتكر في بداية الألفية، يعني الفرقتين دول كانوا كبار وكان فيهم لعيبة عظيمة يعني، لازيو عظيمة. وكان سالاس وفيرون ونيستا ونيدفيد، بافل نيدفيد، روما كان باتيستوتا، توماسي، كافو قبل ما يروح الميلان كان في روما، إمم. فالدوري الإيطالي مهمًا كان مهما حصل فيه هيفضل برضه ليه حتّة كده خاصة يعني
عندي أنا باحب الدوري الإيطالي. من عشاق الدوري الإيطالي من زمان وكان إمم. هو فعلًا الدوري الإيطالي في وقت من الأوقات هو جاذب للعيبة كتير، من هو كان دوري أدريانو رقم 1، ورونالدو. الدوري كان رقم 1 بالضبط. في العالم، الدوري الإيطالي يعني ولكن أنت ده عارف كان ناس الطلاينة كتير. في المراهنات والكلام ده هم اللي ضيّعوا الدنيا، يالّا مش مسألة د مراهنات د بس، يعني حتى إمم. الsponsorship اللي خدها الPremier League، عقد الرعاية اللي خده الPremier League، فلوس كتير أوي دخلت، الناس طوّرت، أصبح الدوري رقم 1 في العالم بمسافة، بمسافة. فكرة القدم في فلوس هتضبّط الدنيا من الآخر يعني. وده اللي حصل، والدوري الإيطالي ما اتضخّش فيه المبالغ دي كلّها، فاللعيبة أصبحت كلّها بتستهدف الPremier League، مستوى اللعيبة في الPremier League، الأندية، الtactics اللي بتشوفها، كل حاجة يعني، فالPremier League لأ أعلى دلوقتي، ولكن مع ذلك يبقى الدوري الإيطالي فيه ماتشات وفيه فرق tactics على أعلى مستوى، لسه متواجدين في البطولات الأوروبية والChampions League، ومتواجدين إمم. بقوة، يعني السنة قبل اللي فاتت كان الإنتر في إنتر. الfinal. ف إمم. وكان الفريقين من إيطاليا في الsemi final، الإنتر والميلان كانوا بيلعبوا بعض في الsemi final. فموجود الدوري الأسباني، ريال، برشلونة، أتلتيكو، وكان الله بالسر عليم يعني. طيب ده كان يوم النهارده لطيف، إحنا سعدنا بيك يا ميسيو يا كوتش حبيبي يا لح. جو، حبيبي. وتاني مبروك على النهائي ووصولك لنهائي الكاس مع فيلتون تاون إن شاء الله الله. يخليك يا حبيبي، الله يكرمك. خلال الفترة القادمة كده مزيد من النجاحات، إن وعايزين شاء نبقى الله. نعمل لك support كده نشوف يوم كده برضه تابعنا النتايج. على فكرة يا جماعة فيلتون تاون فريق محترم جدًا، ومصطفى بجد والله مش باقول كده الحمد عشان هو لله. حبيبي وصاحبي وأخويا، بس هو فعلًا مدرب جامد أوي، أكيد يعني فربنا دي يوفقه. حاجة مفروغ منها يا جو. دي أكيد حاجة طبعًا صح، أكيد يعني، ما أنت أكيد. إحنا عارفين إن أنت متواضع يا لحّي من زمان، يعني فده ده الحمد ده ده لله. نوع من أنواع التواضع بالنسبة له الحمد لله. حبيبي يا جو، حبيبي صباحك زي الفل. صباح الفل، تاني ما تنسوش اللايكات والشير والسبسكرايب والحاجات الحلوة دي، بما إن إحنا في أيام جميلة وليفربول هيتوّج بالدوري، إن شاء الله. وتاني يا عرفة معلش بقى ركّزوا في الChampions League، دوري خلاص عشان عرفة شوية وهيبقى يدخل معانا بعد كده إن شاء الله، باي باي يالّا عرفة الدوري، انسى، خلاص بس نركّز بقى إن شاء الله في اللي جاي، بإذن الله. نشوفكم تاني بإذن الله في فيديو جديد، هيبقى في تغطيات جديدة خلال التلات والأربع. في نهاية الأسبوع إن شاء الله، إن شاء أشوفكم في الله. فيديو جديد، سلام عليكم، السلام سلام يا عليكم. مصطفى، سلام يا جو. سلام.